الأستاذ عمرو سمير عاطف، أهلا بيك في موقع عيون على الفن. اهلا بيك اهلا بيك. في البداية عاوزين نعرف مين هو عمرو سمير عاطف؟ والله انا خريج كليه تربيه قسم انجليزي في كليه التربيه دي كانت في دمياط تبع جامعه المنصوره. بعد ما خلصت دراسه هناك جيت القاهره وعملت دبلومه في الادب المسرحي وابتديت اكتب للاطفال بعد ما تعينت في التلفزيون. كنت تعينت في التلفزيون في برامج الاطفال في القناه الاولى كمساعد مخرج في الاول، وبعدين بعد كده معد برامج. وحبيت ان انا يعني قررت ان انا اكتب، كنت عايز ابقى سيناريست يعني. ففي الفتره دي ما كانش في سينما يعني تقريبا، يعني ما كانش في اصلا افلام بتتعمل، يعني كانت مصر بتنتج فيلم في السنه حاجه زي كده. فقررت ان انا ابقى سيناريست. طب ابقى ايه، ابتدي بايه؟ فلقيت ان انا بحب اصلا شغل الاطفال قوي، وبعدين يعني كان في فرصه كويسه ان انا اتفرج على افلام ديزني القويه جدا اللي هم عملوها. فلما اتفرجت عليها حبيت قوي المجال ده، وابتديت اكتب رسوم متحركه، وطبعا ربنا وفقني وقابلت الدكتور عمر بن نصر الله يرحمه وابتديت اشتغل معاه. فدي كانت بداية بكار؟ لا مش بداية بكار، قبل بكار كان في السندباد وحفظنا. كان في قبل السندباد ما انا اكتبه يعني. كان في الدكتور عمر بن نصر كانت ابتدت تعمل السندباد فعلا وعملت جزء منه مع الكاتب يحيى تدرس السيناريست. وبعدين بالصدفة انا كنت كاتب مسرحية اسمها السندباد والجزيرة المسحورة. فالمسرحية دي ما اتنفذتش من حسن الحظ يعني، الحمد لله. لان لما قابلت الدكتور عمر بن نصر قالت لي تقدر تكمل السندباد، فحولت المسرحيه لنص تلفزيوني وعجبها جدا جدا، والحمد لله يعني حقق نجاح. يعني كان غريب جدا في الفتره دي لدرجه انه اخذ 27 جائزه دوليه ومحليه. طب ده كويس جدا. كان منا السندباد جزء ثاني كان يعتبر الثالث، بس الثاني بالنسبه لي. وبعدين طلبت مني ان انا اعمل فكره عن طفل من الجنوب. فقعدت شويه فكرت كده، وبعدين عملت بكار. وعملناه فيلم قصير مدته 18 دقيقه. فالفيلم ده نجح نجاح قوي جدا جدا فظيع، وكان فيه اغنيه هايله بتاعت منير وحاجه جامده جدا، وكانت القصه لطيفه جدا، والرسم كان حلو، والتحريك كل حاجه كويسه. في الجنوب فتره بحيث ان انت تعرف؟ لا، وانا لما عملت الفيلم ما كانش يعني ما رحتش الجنوب. بعد كده لما التلفزيون طلب ان احنا نحاول الشخصيه دي للمسلسل، اضطريت ان انا اسافر بقى اسوان شويه وشفت الحياه هناك، ورحت هناك جزيره نوبيه. قابلت الناس هناك وعرفت الاصول المختلفه، الكلام المختلف اللي بيقولوه. وكنت سعيد جدا معاهم يعني، وكانوا ناس طيبين قوي ويستاهلوا جدا ان احنا نتكلم عنهم باستمرار، والناس دي قدمت تضحيات مهمه جدا لمصر. فبالتالي كان القاء الضوء عليهم بالشكل ده حاجه من اهم الحاجات اللي حصلت يعني. بعد كده انتقلت لفتره من مرحله من حياتك للسيت كوم. والله كان المرحله دي كانت تدريجيه شويه يعني. بعد ما كتبت بكار ابتديت اشتغل في عالم سمسم. كانت ورشه كتابه كبيره قوي، كان فيها تامر حبيب مثلا. كنا احنا الاثنين زملاء، ابتدينا مع بعض يعني في الورشه بتاعت عالم سمسم دي. وكان في ناس كتير جدا معانا يعني، اذكر منهم ابراهيم عبد الفتاح، كان في محمد ناصر، كان في محمد حسان، يعني ناس كتير قوي. وبعدين وكان في زينب مبارك طبعا. وبعدين من خلال وانا شغال في عالم سمسم جت فتره كده يعني الحمد لله نجحت قوي في الاطفال. وابتديت اسال نفسي طب انا بعد كده هعمل ايه بالظبط، يعني خلاص يعني كان تقريبا اقصى نجاح ممكن ان هو يتحقق. بعد كده بالضروره هتنزل، مش هنقدر تعمل اكتر من كده. كان بكار بيتعرض وعالم سمسم بيتعرض، وكان في فيلم تاني وثلاثه اخذوا جوائز. طب ودي حاجه كويسه جدا الحمد لله. بس فكرت بقى ايه اللي بعد كده ممكن الواحد يعمله يعني. فما كان بيستهويني قوي السيت كوم قوي يعني. كنت بتفرج، وكان في صعوبه برضه ان انت تشوف حلقات سيت كوم امريكاني. يعني انت من اوائل الناس اللي عملوا سيت كوم في مصر في الوقت اللي هو احنا كنا بنتفرج على فريندز، وكنا بنتفرج على بس مش كان الفرجه على الحاجات دي صعبه اصلا. يعني انت عشان كنت تتفرج على حلقه سيت كوم امريكاني كان المفروض حد يسجلها لك على فيديو، او مثلا تبقى مشترك في الشرايط، وده كان ناس قليله جدا مشتركه. منتشر الدش ما كانش كان في الدش ولا الحاجات دي خالص بالشكل ده. دلوقتي انت بتخش على يوتيوب بمنتهى البساطه تتفرج على اي حلقه من سيت كوم انت عايزه. فاستهواني قوي النوع ده، وده تصادف مع ان عمرو هورا اللي هو صاحب شركه الكارما اللي بتعمل عالم سمسم كان عايز يعمل سيت كوم. فطلب مني ان انا اقدم له فكره، وطلب من تامر حبيب.
فتامر يعني ايه ما استهوتوش المساله، وانا اللي كتبت تامر وشوقية. فلما كتبت تامر وشوقية عجبته جدا، عجبت عمرو ورا جدا، وقال لي كمل، فكملت لغايه ما كتبت 7 حلقات. وبعدين بعد كده قال لي هو الوقت مش مناسب ان احنا نقدم سيت كوم دلوقتي، فاستنى شويه، ولو انت حبيت تبيعها مفيش مشكله. وده كان شعور طيب منه جدا يعني. ففعلا ابتديت ادور على حد يشتري تامر وشوقية لمده 7 سنين. اثناء ال7 سنين دول كنت بكتب بكار عادي. لغايه ما قابلت احمد مكي. احمد مكي وقتها كان مخرج، وكنا بنفكر احنا الاثنين نعمل فيلم سينما مع بعض، هو يخرجه وانا اكتبه. وكان في فعلا الموضوع وكان عاجبه قوي، وبقينا اصحاب جدا جدا وبتاع. وبعدين هو عرفني على شريف عرفة باعتباره المنتج اللي ممكن ينتج لنا الفيلم اللي احنا هنعمله. ففعلا ابتدينا وابتديت اكتب فعلا وكده. وبعدين الفيلم وقف لاسباب مختلفه يعني، وكان شريف عرفة قال له طيب هات لي حاجه قبل ما يقابلني، قال له خليه يجيب لي حاجه اقراها قبل ما اقابله. فبعت له حلقه من تامر وشوقية للشريف عرفة يعني كنت اكتبها، فعجبته جدا جدا، وقرر ان هو يبقى فيه تعاون يعني. لما الفيلم وقف قررنا ان احنا نعمل تامر وشوقية. ففعلا ابتدينا ننفذه على اساس ان احمد مكي هو اللي هيخرجه والشريف عرفة هينتج وانا هكتب وكونت الورشه وبتاع. ولما احمد مكي اخرج حلقتين فعلا، بس كان في مشكله في شخصيه هيثم. يعني شخصيه هيثم كان اللي بيمثلها ما كانش مناسب للشخصيه، ممثل كويس جدا وكل حاجه، بس ما كانش انسب واحد في الدور يعني. فاحنا الثلاثه كده تقريبا في وقت واحد يعني فكرنا في ان طب احمد مكي يعمل الدور، لانه احمد بيمثل ودمه خفيف جدا وطول الوقت بيقعد يهزر وبتاع. فهو قال ماشي انا هعمل الدور ده، وشريف عرفة قال له وتعمل شعرك بالشكل الفلاني وكده، وقال له على الشكل اللي هو طلع بيه فعلا. طبعا مكي كان له اضافات قويه جدا على الدور، يعني مثلا بيوتيفول والحاجات دي هو اللي عملها في الحقيقه. لكن الحمد لله كانت كل المواقف اللي موجوده اللي هو طلع فيها كانت مكتوبه، يعني كل الحواديت اللي هو عملها القصص دي كانت مكتوبه اصلا بحوارها بكل سلطاتها. لا انا عارف بس هو اللي طبعا هو اللي اضاف كلمه سلطاتها، هو احمد مكي هو اللي عمل كلمه بيوتيفول. كان شريف عرفة كانت نصيحته له اتكلم انجليزي كتير، يعني اعمل كده واعمل بروك. انا في الحقيقه لما يعني دي من الحاجات يعني اللي ما صرحتش بيها قبل كده. هما الاثنين كانوا احنا ثلاثه كنا قاعدين، فهو شريف عرفة اختار عليه الحاجات دي ولقيت ميكي مبسوط بيها يعني. فانا اتضايقت، انا ما بحبش كده، ما بحبش بتحب تفرض سيطرتك على الكتابه. مش سيطرتي على الكتابه، انا اقصد اقول لك ما احبش الشخصيه اللي بتلبس باروكه، الكاركتر الزياده عن اللازم ده ما احبوش يعني. ما كنتش حابب ده. انا شايف ان كنت متصور ان هو العموم معتدله مش اوفر. ايوه مش اوفر. فانا كنت متصور انه هيفشل جدا، وحتى هم بيصوروا بتاع يعني حسيت ان لا هيطلع مش ظريف. طبعا انا طلعت غلطان، لان هم يعني في الحقيقه كانت النتيجه مذهله ونجاح ساحق، ومكي اكتر واحد بان يعني في المسلسل ده لما طلع. هو في الحقيقه يعني صدفه او حظ نصيبه كده. فالحمد لله بعد طبعا تامر وشوقية ممكن اقول لك برضو للاسف ما اخرجش تاني، لان هو كان مخرج كويس جدا جدا في الحقيقه، وكنت اتمنى ان انا يعني صقر هيثم دبور في والله. والسياق ده مش غلط يعني انا طبعا هو مسك خط نجاحه. انا لما شفت فيلم طير انت يعني عجبني جدا جدا في الحقيقه، جدا قوي قوي يعني. ضحكت واتبسطت جدا، واثبت بقى ان هو ممثل وخرج من شخصيه هيثم وعمل شخصيات كتير تانية وبتاع، وقدم فيها شخصيات لاول مره. كان تحدي بالنسبه له ان هو بيقدم 7 شخصيات مختلفه، كل واحده ليها طبعا يعني كاركتر مختلف. وبعدين ودي وسيله كويسه، لان انا برضو يعني لعنه نجاح الشخصيه بتبقى لعنه ان هو يعني طيب هو نجح جدا فالناس مش عايزه منه غير كده، فيخرج من ده ازاي؟ فكان هو طبعا تفكيره مش ذكائه بس، لكن ذكائه وقدرات. قال لك طيب انا هخرج من ده بان انا هعمل 7 شخصيات مره واحده. وبعدين بعد كده عمل حمله اعلانيه، طب هعمل فيهم بقى شخصيات كده بحيث يعني شخصيات ولا تنفذ يعني. وده كان تفكير ذكي في الحقيقه جدا. وطبعا اللي ساعده عشان ياخد القرار ده موهبته، اكيد مش اي حد ممكن يعمل كده. فانا كان عندي لعنه الشخصيه الواحده لا بكار، كنت بقدم نفسي للناس عمرو سليمان عاطف مؤلف بكار عشان يعرفوني يعني. فطبعا دي كانت حاجه برضو بتضايقني، عايز اعمل حاجات تانية وبتاع، فانا كنت حاسس بيه قوي. فدي قصه السيت كوم ابتدى ازاي يحصل يعني. لما شريف عرفة هو اللي اخرج اول حلقات، اول مجموعه حلقات اللي كان، وميكي مثل شخصيه هيثم،
وكملنا شويه بتاع 12 حلقه 14 حلقه، وبعدين جه اسامه العبد كمل. بعد اسامه العبد جه التغريد وكده. طبعا بعد السيزون الاولاني من تامر وشوقية اتطلب مني فكره سيت كوم ثانيه مع امير شوقي سالم، فقدمت فكره راجل وست ستات اللي ما كنتش متصور خالص على الاطلاق تلاقي النجاح ده يعني بالشكل ده خالص. وطلعت يعني مش ملاحظ ان مثلا تامر وشوقية انت طلعت هيثم دبور، راجل وست ستات طلعت سامح حسين، يعني في حاجات شاذة بتلاقي الحته دي برضه بتبرز بشكل يعني يدي لكل واحد حقه. انا ما طلعتش هيثم دبور. هيثم دبور في تامر وشوقية كل المواقف اللي هو عملها، لا انت مش حكايه انت تطلع، بس انت في حاجات يعني الناس بتعمل نفسها في حاجه. ايوه انا فاهم اللي انت بتقوله، بس انا اوضح لك برضو ازاي الممثل يعني حسن استغلال الفرصه هو اللي بيخلي الممثل يبقى كويس. انا الحته دي الناس محتاجه انها تفهمها كويس، لان انا في مره طلعت قلت قالوا لي والله السنه دي السيت كوم مش عاجبنا، فقلت لهم بسبب الممثلين. ففي ناس تصورت ان انا بتبرع او يعني بقول ان لا الموضوع مش كده خالص. بص شوف هيثم دبور عمل واحمد مكي عمل ايه وسامح حسين عمل ايه خلاص، وكذلك اشرف عبد الباقي برضه خلي بالك، وكذلك مايك الساب في اوقات كتيره وكذلك انجي وجدان. الناس دي احسنت استغلال الفرصه، واحمد الفيشاوي انا مش عايز انسى حد، في ناس كتير كويسه، بس وبشكل خاص احمد مكي وسامح دول احسنوا استغلال الفرصه الحمد لله. جميع المواقف اللي موجوده في راجل وست ستات واللي موجوده في تامر وشوقية دي اصلا مكتوبه طبعا. ونادرا يعني الموقف الوحيد اللي مكي اقترحه كان ان هو يدخل. يعني احنا كنا عاملين له حلقه في الجزء الثاني انه ضرب وتخن وبتاع، هو ده اقتراحه، دي فكرته هو شخصيا. غير كده الحمد لله جميع الافكار اللي كانت موجوده في الجزء الاولاني والجزء الثاني كانت لا انا عارف ان انت كمان دقيق، او يعني فيك حته ديكتاتوريه في الورق. لا مش ديكتاتوريه والله ولا حاجه، يعني تحكم ده ورقك فمن حقك ان هو يطلع. بس فكره الورشه يعني ديكتاتوريه مش بالشكل الفظيع ده، لان فكره الورشه اصلا بتخلي الديكتاتوريه دي ما تبقاش موجوده، لان الكوميديا سهل قوي الواحد يحب كوميديته. يعني يبقى بيعمل حاجه كده يبقى فكره بتضحك ولا يضحك عليها مع نفسه. انما الفكره من الورشه في الاساس ان انت لما تقول حاجه سخيفه اللي قدامك يقول لك دي سخيفه وما يخافش ان هو يقول لك كده. فالحمد لله احنا كنا عاملين ده بشكل يعني كان كويس جدا. طب انت درست ورش يا عمرو، او ان انت يعني كونت الورشه ازاي؟ يعني ده من الحاجات الصعبه جدا ان انت تلاقي تيم يمشي مع دماغك وتفكيرك وتقدر تسيطر على مجموعه من الشباب ان هم تشتغلوا كلكم عمل واحد. طبعا انا اتعلمت ده في عالم سمسم، لان اللي كان جم عملوا ورشه الكتابه في عالم سمسم ناس من امريكان فعرفونا ازاي ممكن مجموعه كتاب يشتغلوا مع بعض بمنتهى البساطه والوضوح والسهوله، وما خدش الموضوع اكتر من 3-4 ايام ورشه مكثفه معاهم. ففهمنا فتعاوننا فحبينا بقى كل واحد فينا بيحب نجاح الثاني جدا جدا جدا، ما بقاش في اي لانهم تيم واحد في الاخر، تيم واحد في الاخر بيقدم عمل واحد وبتاع. وكان ده من اهم اسباب استمرار على سمسم لغايه دلوقتي، ان في ميكانيزم معين لازاي مجموعه الكتاب يقعدوا يشتغلوا مع بعض. فده احنا اتعلمناه منهم ونقلناه بشكل كويس جدا جدا. وكان في شويه جابات، يعني كان في شويه فراغات مليناها مع الوقت، وبعدين بعد كده لما شفنا في امريكا شغالين ازاي لقينا ان سبحان الله احنا عملنا زي ما هم بيعملوا برضه من غير ما نبقى يعني متعلمين حتت بسيطه احنا كملناها سنس في فكره التعاون ازاي يتم. يعني ايه الحلقه بتنسب للكاتب، طب الكاتب اللي الحلقه بتنسب له بيبقى عامل فيها ايه بالظبط او بتاع. كل ده احنا مع الوقت عرفناه وطبقناه فعلا. فكره ان انا بعد مثلا ما المسلسلات كترت بالشكل ده ازاي ان انا شخصيا انسحب من غير ما اخسر ومن غير ما يبقى في مشكله ومن غير ما الكتاب اللي معايا ما حقهم يضيع. فكل ده احنا ابتدينا نكتشفه مع بعض لغايه ما وصلنا لصيغ تعاون كويسه جدا جدا وشغاله لغايه دلوقتي بشكل كشغل كويس جدا الحمد لله. لا كمان ان انتوا يعني انا شايف ان انت من انجح الورش الموجوده. يعني انا شفت نماذج لورش كثيره جدا، بس يعني بتحصل يعني خلافات، بتحصل مشاكل، بتحصل يعني انت كويس ان انت قدرت تسيطر على دوت ان انت ترضي كل الناس وفي نفس الوقت تطلع منتج كويس يتشاف. الحمد لله الحمد لله. يعني مرحله بقى السيطره، يعني اسمح لي اقول لك ان انت سيطرت جزء كبير جدا على السيت كوم. يعني انجح سيت كوم كانت بتاعتك. ما كانش فيه قبلك سيت كوم، كل السيت كوم اللي كان بيتعمل كان ضعيف جدا لا في تجربه شوفان بالله كانت تجربه يعني نقدر نقول عليها انها تجربه معتبره يعني جيده، يعني توضع في الاعتبار ومهمه، لان كان فيها السيت كوم بيتنفذ بشكل صح جدا، وطريقه التصوير كانت مظبوطه وحركه التمثيل كانت مظبوطه. وشباب والله دي اللي طلعت لقاء الخميسي وبشرى
واحمد الفيشاوي وامير كرارة يعني وخالد صالح طلع فيها، احمد مكي اول مره يمثل كان فيها، فبالتالي هي مهمه يعني شغل مهمه وتسبق تامر شوقية بسنين يعني.